لو بتفكر تكمل طب في جامعة خاصة هنقولك ايه هو افضل اختيار يضمن لك شهادة قوية تشتغل بيها في اي مكان في العالم. انا زياد وده في الجامعة دي. خلي بالك لو بتفكر تدرس طب في جامعات خاصة في مصر ان في جامعات عندها شراكات عالمية قوية زي جامعة النهضة في بني سويف اللي عاملة شراكات مع جامعات فيينا الطبية الشهيرة في مجالات الطب البشري وطب الاسنان، وبعثات تدريب من الطلاب بتسافر تتدرب في فيينا كل سنة. وكمان عندك جامعة باديا اللي عندها شراكة مع جامعة تكساس الامريكية العريقة في مجال الطب البشري، والجامعتين المفروض هيكون لهم دور كبير في دعم وتطوير الخدمات الطبيه في مصر. وكمان عندك جامعه اليو جيزه اللي عندها شراكه مع جامعه يو سي ال البريطانيه، واحده من اقوى جامعات الطب في العالم، وبتقدم من خلال الدراسه فيها واحده من اقوى نظم دراسه الطب في مصر، وطبعا شهاده قويه تؤهلك لسوق العمل المحلي والدولي. اما الجامعه المصريه الصينيه الاي سي يو، ورغم انها لسه بتجهز لافتتاح كليات الطب والاسنان الخاصه بيها، الا انها هتكون فعلا كليه طب مختلفه جدا، لان الجامعه المصريه الصينيه بتجهز لشراكات وتعاون كبير قوي مع دولة الصين في مجال تدريس الطب الصيني. وفعلا الجامعة بتركز دلوقتي على الطب التقليدي والعلاج الطبيعي والصيدلة بالتعاون مع جامعات صينية، ومع افتتاح كليات طب الأسنان والطب البشري ناويين يعملوا شراكات رائدة في الطب الصيني زي العلاج بالإبر والأعشاب الطبية والعلاج بالطاقة. يعني الجامعات دي مش بتعلمك بس، دي بتجهزك تبقى دكتور ينافس جوه وبره مصر.